عديتوا خناقة رمضان ولا لسه؟ ما سألتوش نفسكوا قبل كده ليه في بيوت بتبقى قايدة حريقة قبل رمضان تلاقي الراجل لا طايق مراته ولا مراته طايقاه؟ لما قعدت أركز في الموضوع ده لقيت إن هو مش حالة فردية، لا غريبة دي. مش المفروض إن الشياطين بتكون مسلسلة في رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيجي بقى عند السؤال اللي بيطرح نفسه: هل كل الشياطين بتكون مسلسلة ومصفدة في شهر رمضان؟ المسألة دي مسألة خلافية بين العلماء. في علماء قالوا إن كل الشياطين بتكون مصفدة، ومعنى إن هي مسلسلة إن في تأييد لحركتها وإن تأثيرها بيقل في الوسوسة، لكن مش معنى كده إن هي مش موجودة خالص. وفي علماء تانيين قالوا إن التصفيد أو التسلسل ده بيكون للمردة من الجان اللي هم العتاه من الجان، لكن الجن الصغير سارح ما بيننا عادي خالص. في علماء قالوا إن قبل رمضان المردة يعملوا كل حاجة يقدروا عليها علشان يزرعوا بذرة الخناقات قبل رمضان، بحيث إن الموضوع يشعلل بين الراجل ومراته في أول يوم رمضان. اللي تغضب وتروح بيت ابوها، واللي يلم هدومه ويسيب البيت ويمشي. هنجيبها بس في الشياطين والجن؟ لا، النفس الأمارة بالسوء ليها تأثير كبير جدا. أحد العلماء قال إن تأثير النفس الأمارة بالسوء ساعات بيكون أقوى بكتير من وسوسة الشيطان. دلوقتي البيت بقى مولع لا قدر الله، نتصرف ازاي؟ أول حاجة لازم ندرب نفسنا طول السنة ازاي نتحكم في جوارحنا ونتحكم في أعصابنا. مينفعش يبقى فنجان قهوة أو سيجارة هما اللي بيتحكموا فينا. لازم نركز على الهدف. احنا عارفين كويس قوي إن الهدف من شهر رمضان العبادة، بأي حاجة تاني نكبر دماغنا منها. لا تجعلوا بيوتكم قبور. طب دي هنعملها ازاي؟ نلتزم بالصلاة في وقتها، والصلاة جماعة. الراجل المفروض ان هو يصلي في المسجد جماعة، وانتي شجعي ولادك ان انتوا تصلوا جماعة، لان دوت هيريحك من وجع قلب كتير قوي. قوم صلي يا ابني وقومي صلي يا بنتي، لان الولاد هيتعلموا بالقدوة. فدي اول حاجة من مسببات السكينة في البيوت. نواظب على قراءة القرآن الكريم سواء في رمضان او في غير رمضان، ولو مش هنقدر نقرأ نستمع. فضل المواظبة على قراءة سورة البقرة كلنا عارفينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة. والبطلة اللي هو السحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مداومة على الاستغفار والأذكار. الدعاء، خلي ولادك على طول يسمعوا دعوتك ليهم. ادعي لجوزك، ادعي ليكوا انتوا الاتنين ان ربنا يهديكوا، وان ربنا يقدرك انك تتقي الله فيه وهو كمان يتقي الله فيكي. السكينة اللي بتيجي في البيوت دي ما بتجيش فجأة وما بتجيش من يوم وليلة. مينفعش نبقى طول السنة هاجرين القرآن، نصلي صلاة وصلاة لأ، ومش مواظبين خالص على الأذكار ولا على الاستغفار ولا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونيجي نشتكي ونقول هي البيوت مولعة ليه؟